السلام عليكم. رمضان مبارك وينعاد عليكم بالصحة والسلامة. وبما انه نحن هلأ برمضان، تعالوا مع بعض حتى نعمل الكنافة بطريقة سهلة وبسيطة بس مميزة جدا، وخاصة اذا عندك ضيوف رح ينبهروا فيها وبجمالها. يلا مع بعض نشوف المقادير وطريقة التحضير. واول خطوة رح نجهز القطر. رح نحتاج 2 كوب من السكر وكوب واحد من المي. شربات الكنافة بيكون تقيل، رح نرفعه على النار حتى السكر يذوب تماما، ونضيف ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون، نتركه 5 أو 7 دقايق حتى يغلي. بعدين بنطفي النار ونضيف فانيليا، نحركهم تحريكة صغيرة ونشيل القطر على جنب حتى يبرد تماما. ننتقل للخطوة الثانية. رح نجيب نص كيلو من الكنافة نكون مجمدينها بالفريزر، نطلعها ونقطعها بالسكينة بهذا الشكل. ما بدنا اياها تكون ناعمة كتير، بدنا اياها خشنة شوي، لهيك ما حنحطها بالكبة، وبنفركها بهي الطريقة حتى نتأكد انه صارت جاهزة معنا. مثل ما انتم شايفين بدي اياها هيك خشنة. حنضيف عليها معلقتين كبار من السكر البودرة، هذا اللي بيعطيها لون ذهبي حلو، وبنفركها مع السكر كتير منيح حتى نتأكد انه السكر توزع تماما. وهلأ رح نضيف 3/4 كوب من السمنة. لما تكون السمنة بلدي حيكون الطعم أحلى وأحلى بكتير. وهلأ بنفرك الكنافة مع السمنة حتى نتأكد إنه السمنة غلفت الكنافة تماما، وبنشيلها على جنب. وهلأ رح نعمل الكريمة. على البارد رح نضيف 2 كوب من الحليب، وكمان معلقتين كبار من السكر، و3 معالق كبار من نشا الذرة، ومعلقتين كبار من الكريمة الشانتيه بيعطيها طعم كتير حلو. ونحركهم هيك مع بعض حتى المكونات تختلط تماما، ونرفع على نار متوسطة. مع التحريك المستمر ما بنشيل ايدنا ابدا حتى القوام يتقل هيك والفقاعات تطلع، يعني النشا استوى. رح نطفي النار ونضيف معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة، تعطيها طعم وريحة بتجنن، ونشيلها على جنب حتى يبرد تماما. رح نجيب صينية الكب كيك وندهنها كتير كتير منيح بالسمنة، وبعدين بدنا نحط فيها الكنافة بهذا الشكل، طبقة من تحت، ونرفع الجوانب شوي. وبالكاسة رح نضغط الكنافة بهذا الشكل حتى نتأكد انه الكنافة صارت متماسكة منيح. ورح نحط مقدار معلقة صغيرة من الكريمة بعد ما بردت بنص الكنافة، ومن غير ما نقرب على الأطراف حتى ما تنحرق الكريمة معنا أثناء التسوية. نغطي الكريمة بالكنافة بهي الطريقة بحيث انه السطح كلاته يصير مستوي والكريمة كلاتها تتغطى تماما. بس نخلص رح نجيب من السمنة ونحط على الوش بهذا الشكل. مهم نخلي الكنافة تتشرب كتير منيح من السمنة. وبس نخلص حنفوتها على فرن على درجة حرارة 200 حتى تصير ذهبية من تحت، وبعدين نشغل الشواية شوي من فوق حتى تاخد اللون هذا الذهبي. وهيك صارت عنا جاهزة. بنقلبهم وهي سخنة بنحط عليها القطر البارد، وطبعا بنخليها تتشرب كتير منيح بالقطر. والتزيين بيكون اختياري، أنا حبيت زينها بالفستق الحلبي. فيكن تخلوها سادة وفيكن تزينوها بجوز الهند أو